بعد ما عملنا الكفته وسيخناها زي ما انتم شايفين بالشكل الروعه ده، ناس كتير كتبت في الكومنتات ازاي نسويها وتبقى زي بتاعه الحاتي بالظبط. انا هقولك بس الاول نعمل اكسبلور ولايك، واللي ما عملش متابعه يعمل متابعه، ويلا بينا يا نجوم الكوكب نسوي الكفته زي بتاعه الحاتي بالظبط وريحتها زي بتاعه الحاتي بالظبط. يلا بينا يا نجوم. نجيب شبكه البوتاجاز العاديه ونبتدي نرصرص عليها الكفته كده بالشكل ده، وبعد كده هدخلها واشغل من فوق ومن تحت، بس الشبكة دي اخليها قريبة من تحت واخليها بعيدة من فوق، واحط صاج هنا فيه مية زي ده كده عشان يعمل عملية بخار للكفتة تستوي وتفضل طرية. بقى بص كده، شوف السيخ بعد ما طلع شكله عامل ازاي. لحماه بقى وشوية زيت وهنزل كده بالشكل ده. تعالى بقى خش عليا يا حبيب قلبي يا نجوم الكوكب يا سكر يا عساسيل، طريه جامده طعمها حلو ولا اجمد حياتي. شايفين صباع الكفته؟ اكسبلور ولايك ومتابعه، واكتبوا لي في الكومنتات عايزين اكلات ايه رمضان يا حبايب قلبي.